السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا النهاردة نشوف بقى هنعمل ازاي الفراخ الكنتاكي في البيت وفي الاير فراير. وبصوا طالعة مستوية وشكلها يجنن ازاي. هبتدي اول حاجة اجيب الفراخ بعد ما كنت نقعاها في المحلول بتاعها ومفيش اي ريحة زفارة ولا اي حاجة. هشيل الجلد منها زي ما شفتوا كده، وهبتدي اعمل لها فتحات كده بالسكينة بالطريقة دي عشان التتبيلة تخش فيها. انا بشيل الجلد هنا عشان الايه الكفر لما نيجي نعمله تاكل الكفر على طول من غير ايه اي يعني اي جلد فيه او اي حاجه. التوابل هحطها اللي انا بحطها دي هحطها تحت الفيديو كلها في الوصف. وانا حطيت زعتر وفلفل اسود وبهارات فراخ ومرقه بودر، مرقه دجاج بودر وكاري و وبابريكا وجنزبيل. كل ده هحطه لكم في الوصف، وده كركم كمان، وده صويا، حبة من صويا صوص. هبتدي بقى كل ده، هي الفراخ الكنتاكي عبارة عن ايه؟ كلها تتبيلة وبهارات. ايه السر كله في البهارات دي؟ قلبتهم مع بعض كده، وطبعا الملح. ودي بقى مية ساقعة، انا لازم نسيبها في التتبيلة دي لمدة ليلة كاملة بحيث تتشرب من التتبيلة والطعم يخش فيها كده من جوه وتبقى حلو. هبتدي بقى دلوقتي اعمل الكفر الايه الخارجي. ده معايا دقيق ونشا، وهحط برضو ايه بهارات بابريكا، وهحط مرقة برضو بودر، وهحط بقى ايه يعني البهارات بقى اللي انت عايزاها، بس انا برضو هسيب لكم ده. وده ملح وفلفل اسود، وهنحط برضو كركم عشان يدي لون كده اللي هو الاصفر شوية، ما تكتريش. وممكن تزودي كمان كاري او حاجة. بس هقلبهم كده، وهاخد بقى قطعة قطعة واحطها في. بصوا ما تحاوليش ايه تعمليها قوي يعني، عشان ايه انا عايزاها تاخد الايه الكفر المقرمش ده. وترجعي بعد ما تحطيها في الدقيق تحطيها تاني في المية بحيث تعمل كفر ايه تقيل كده، وزي اللي بنجيبها بره. تمسكي العلبة كده وترجيها عشان تاخد الكفر المقرمش المنغمش ده. شفتوه؟ بصوا بقى كده شكلها لما مسكت العلبة ورجيتهم كده مع بعض. بس كده هحطها بقى في الاير فراير. هبدأ ادهنها، هتدهنيها او ترشيها رشة زيت وتحطيها بقى في الاير فراير. بس تكوني مسخنة الاير فراير الاول عشان بحيث اول ما تخش تاخد ايه صدمة كده. وهنا ايه ده اول وش، وهقلبها بقى ايه للوش التاني. ودي كانت بقى معانا. بصوا مستوية ازاي وشكلها يجنن يا جماعة، وما خدتش وقت ولا زيت ولا اي حاجة. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.